السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وصحه جيده. اليوم ان شاء الله نشارك معكم فقاس كيجي بلدي مقوم ساهل وكينجح، ما يخلعكم ما حتى شي حاجه. شوفوا كي كيجي مذهب، والاهم انه كيجي بنين بنين بنين، يعني مقوم الجيد. غادي نبداو على بركه الله ونبداو المقادير. هما الاولين، انا خديت واحد الباتور غادي ندير فيه 3 ديال البيضات وواحد البيض، 3 د البيضات كاملين وبياض البيضه والصفر غادي نخليه باش ندهن به في التالي. هانتوما كما كتشوفوا. فوالا غادي ندير قبيصه ديال الملح ضروري، شويه ديال الخل، واحد المعلقه باش تحيد لينا الزفوريه ديال البيض، وغادي ندير واحد الكاس ديال سنيده وواحد الساشي ديال الزهر. الا كنديروه ما كانش ماشي مشكل، ديروا فاني. الا ما عندكش ديال الزهر ديري فاني. صافي غادي نردو هادشي يتطرب مع بعضياتو حتى نحصلوا الخليط كيتضاعف. غادي نزيد عليه كاس ديال الزيت، زيت المائده، وغادي نردو عاوتاني يتطرب. هاد المرحله ممكن تستغناو على الباتور وتخدموا غير بيديكم. عندي هنا في كسا حبة حلاوه النافع والجلجلان اللي حمرتهم ماشي شويه. الجلجلان نص طحنته والنص خليته صاين، واللوز عندي خضر، اللوز خضر بقشورو طحنته كما كيبان لكم. ها هما. غادي نخلط هاد النواشف هكا، وغادي نزيد عليهم الخليط ديالي ديال البيض والسكر والزيت. عندي هنا 2 معالق كبار ديال الماء زهر، كيجي زوين كيعزز المذاق ديال الفقاس وكيجيبو بنين. هنايا غادي نزيد نص معلقه صغيره ديال الخميره ديال الكيماويه كما كتشوفوا. كلشي يتغربل، ضروري يتغربل باش ما يبقاوش دوك الحبيبات ميبقاش مكور في وسط العجينه. وغادي نبداو كنجمعوا بالدقيق شويه بشويه على حساب الدقيق. تقدر تهز لكم نص كيلو، تقدر تهز لكم يعني على حساب. صافي ضروري كما قلت لكم الدقيق يتغربل، وحنا كنزيدو كتجمعوا كتزيدوا كتجمعوا حتى تحصلوا على واحد العجين اللي متماسك، ما كيلصقش وما قاصحش. هانتوما شوفوا كي كندير له. واخا باليد اللي كنكون كنعجنوا اليد اللي كتلصق، ماشي بها باش كتحكموا باليد الاخرى اللي كتكون نقيه. صافي بعد ما كملت العجينه من الدقيق، يعني ساليت لقيت القوام اللي بغيت. هنا زدت اللوز، ما فزقتو ما حتى شي حاجه، غير مسحتو بواحد الشرويطه حتى ولا نقي وزدتو على العجينه. وغادي نبقى كنشكل حربول. وفي هذا الحربول هذا نتوما كتحاولوا ان داك اللوز ما يكونش خارج، يعني كتقادوا الحربول واللوز يكون لداخل. فيما تبالكم شي لوزه خارجه كما كيبان لكم هنا في الفيديو، حاولوا انكم تغطوها بالعجينه. وحتى الفراغات هانتوما كما كيبان، الا لقيتو شي فراغ يعني كتبقى الهواء من الداخل، قادوا الحربول يجي لاصق، ما يبقاوش الفراغات في وسطو ما حتى شي حاجه. درت هنا 3 ديال الحرابل. نتوما كيبقى لكم اختيار، واش بغيتوهم عاليين بغيتو القاس عالي، ولا يجي مسطح رقيق، ولا على داكشي اللي بغيتو كتقادو عليه الحرب. خديت هنا صفر د البيض، زدت عليه قبصه نقيطه ديال الخل وشويه ديال القهوه سريعه الذوبان، وكندهن الوجه ديال هادوك اللي بودين. وفرشيطه غادي ندير بها هكا هاد الاشكال كما كيبان لكم. خديت هنا واحد الكيردون، درت 3 ديال التقبات تقريبا، غير شويه ماشي بزاف في كل بودة. صافي غادي ندخلو الفران يكون بارد. شوفوا الفقاس ديالي، شوفوه مزيان كي داير ملي خرجته، يعني تشقق هو كيبان لكم. خديت انا واحد الطورشون ولا الزيف اللي تكونوا فزقتوه وعصرتوه مزيان وخطيوهم وخليو الفقاس ديالكم يبرد. الفقاس بعد ما برد شوفوا كي كيولي، شفتوه يعني كيتجبر، ما يخلعكم ما حتى شي حاجه. ما تخافوش، واخا تخليوه غير يبرد. وكما قلت لكم ضروري واحد الطورشون يكون فازق من قبل، فزقوه ونشفوه وغطيوه وخليوه يبرد. بيتوه ولا من الصباح خليوه حتى العشيه. وصافي غادي تبدا كتقطعوا على كيما بغيتوه مايل، بغيتوه مقاد، بغيتوه قطعوا. بغيتو عاوتاني واش كتبغيو فقاس رقيق ولا كتبغيوه هكا شويه متوسط ما بين وبين، وديروه في اللاطه ديالكم، تردوه يتحمر في الفران درجه حراره 170 160، وقابلوه تيخرج لكم هكا.
اوا كيما كيبان لكم كنوريكم هنايا، غادي نبقى كنوريكم بلاصه الشقه، شفتوها البلاصه اللي فاش خرجت البودان وكيبان لكم محلول. شوفوا الشقات ديالهم راه كيتسودا، يعني ما تخافوا ما كيفقع فيه لا ضياع لا حتى شي حاجه.